طبعا زي ما انتم متعودين اللي احنا هنا في القناة دايما بنتكلم عن اخبار النادي الاهلي. بس النهارده الحلقة هتكون مختلفة شوية، وهنتكلم عن ماتش النادي الاهلي مع انتر ميامي. ويلا بينا على الحلقة. خلصت ماتشات الجولة الاولى بالنسبة لمجموعة النادي الاهلي في بطولة كاس العالم للأندية، والنادي الاهلي تصدر مجموعته بحكم انه اقل الفرق حصولا على الانذارات. وخلينا نتكلم عن ماتش النادي الاهلي مع انتر ميامي. النادي الاهلي بدأ بتشكيل في محمد الشناوي في حراسة المرمى، واحمد نبيل كوكا باك شمال، واشرف داري وياسر ابراهيم اتنين مساكين، ومحمد هاني باك يمين، وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمد بن رمضان في نص الملعب، وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه على الأطراف، وفي الهجوم كان وسام أبو علي. وبدأ النادي الأهلي بشكل إيجابي على مرمى نادي انتر ميامي، وكان الشكل الهجومي للنادي الأهلي أحسن بكتير من شكل هجوم ميسي وأعوانه. وبرغم كل المشاكل اللي كانت هتواجه النادي الأهلي في الماتش ده غير طبعا عامل الجمهور والأرض وجودة لاعيبة انتر ميامي. وطالما قلنا جودة لاعيبة انتر ميامي يبقى طبعا مفيش غيره. اصحى يا فتى. اعوذ بالله، ابليس ومهمه. ايوه هو ده. وده طبعا اهم لاعب مش في انتر ميامي بس، ده في العالم كله. وكان لازم الجبهه بتاعته تتقفل زي ما بيقولوا كده بالضبه والمفتاح. وبصراحه المدير الفني للنادي الاهلي عمل حته تكتيكيه كده كانت حلوه قوي، وهي انه سحب امام عاشور قبل ما يخرج ويتصاب وينزل مكانه زيزو. وهو في العموم هما الاتنين قاموا بنفس الدور، وهو اللي سحب الجناح بتاعنا من الجبهه اليمين وخلاه يسند مع الجبهه الشمال اللي كان فيها احمد نبيل كوكا ومحمود حسن تريزيجيه. وخلى محمد هاني ما يعديش الملعب علشان لو اي كوره اتلعبت في ظهره كانت هتسبب مشاكل كتير لخط الدفاع. وهنا المدير الفني عمل كثافه بتلات لعيبه على الخط غير لعيبه خط النص. وبعيدا كمان ان هم قفلوا الخطوره بتاعت ميسي من الجبهه دي، كمان الجبهه دي كانت مصدر الخطوره للنادي الاهلي. وكل هجمات النادي الاهلي اللي راح بيها في الشوط الاول كانت من الجبهه اللي كان فيها محمود حسن تريزيجيه، وكان بيضموا معاه زيزو وامام عاشور قبل ما يطلع. وطبعا الجبهه التانيه تعطلت هجوميا تماما، وعشان كده ما شفناش محمد هاني في اي زياده هجوميه خالص غير في اضيق الحدود. ولما كان بيطلع ويعدي نص الملعب كان بيغطي مكانه اما حمدي فتحي او مروان عطيه. والنقطه السوداء اللي كانت في الماتش ده طبعا هي اصابه امام عاشور. والنقطه السوداء التانيه وهي عامه في الكره المصريه بشكل عام، وهي عدم استغلال الفرص اللي بتيجي علشان نسجل منها. وما ينفعش فريق بحجم النادي الاهلي يجيله حوالي 4 فرص للتسجيل وما يسجلش ولا فرصه منهم. ومش معنى ان جالنا فرص كتير للتسجيل اننا كده بنلعب مع فريق ضعيف، زي ما الاعلام الزملكاوي بيروج للفكره دي وبيقول ان النادي الاهلي بيلعب مع فرقه ضعيفه خالص وترتيبها في نص الدوري الامريكي. للعلم بس الدوري الامريكي مصنف التاسع على مستوى العالم، والدوري المصري مصنف رقم 47 على مستوى العالم. ومعدل تسجيل فريق انتر ميامي في الماتش الواحد بالنسبه للاهداف 1.7، ودي نسبه كويسه جدا بالنسبه للمنافسات اللي بيلعب فيها نادي انتر ميامي. عشان كده بلاش نسمع لاي حد بيقلل من فرقه زي نادي انتر ميامي ويقول لك اصل النادي الاهلي كان بيلاعب فرقه ضعيفه. والرد على اي حد بيتكلم بالمنطق ده قول له خليك في خيبتك وفي مشاكلك اللي انتم مش عارفين تحلوها. وزي ما النادي الاهلي قدم ماتش كوره كان على اعلى مستوى من الجانب الخططي والتكتيكي وخصوصا الشوط الاول، لكن الشوط الثاني الاداء هبط بشكل ملحوظ، وده طبعا بسبب العامل البدني. بس ده مش السبب الرئيسي، والسبب الثاني هو ان جوده اللعيبه اللي كانت على الدكه اقل بكتير من جوده اللعيبه اللي بدات الماتش، باستثناء طبعا زيزو وجراد شار واليو ديانج واشرف بن شرقي. ولو هنقيس الاسماء اللي نزلت وهنقارنها بالاسماء اللي طلعت هنلاقي فرق كبير جدا. وكلمه لمحمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات واحمد نبيل كوكا، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انتوا ناس وسخه، لان دول فعلا لعيبه بلغه الكوره لعيبه نصابه. وعلى الجانب التاني بقى من ماتش بورتو وبالميراس الماتش خلص بنتيجه 0-0. وطبعا لو حد فيهم كان كسب كانت النتيجه دي هتكون في صالح النادي الاهلي اكتر. وماتشنا اللي جاي مع نادي بالميراس مش هيكون سهل خالص، وكلنا شفنا اداء بالميراس قدام بورتو وهم اللي كانوا احسن وكانوا قريبين للمكسب كمان. وعشان كده على راي محمد مجدي قفشه وكل الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. ولازم تركيز النادي الاهلي يكون في الماتش ده عشان الماتش ده هو اللي هيحدد طريق النادي الاهلي، يا اما يصعد لدور ال 16 او لا قدر الله يخرج من دور المجموعات. وعشان كده لازم يكون تفكيرنا في الفوز بس، ومحدش يقول صعب اننا نكسب الماتش ده او الماتش اللي بعده. ايماننا بروح تيشيرت النادي الاهلي واننا دايما بنلعب على المكسب هو ده اللي هيكون العامل الرئيسي لصعودنا باذن الله لدور ال 16. وهنا خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقات تانية. بس يا ريت دعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك والشير، ونشوفكم في حلقه جديده.